في الثلاث سنوات الأخيرة يحصل عندنا احتفال يسمى بمهرجان الشرب التراثي، ويكون هذا في 7 من ذي الحجة. ومن المعلوم أن هذا اليوم يصادف ما هو مشهور في عاداتنا القديمة بعيد الصغيرين، وهذا مثله تماما، والقائمون عليه يعملونه في كل سنة في نفس اليوم على اعتبار أنه من العادات الموروثة، ويقولون نحن نعمله عادة وليس تعبدا، ويبتغون في ذلك إطعام الطعام ورسم الفرحة على وجوه الأطفال، علما أن المهرجان له فقرات متنوعة، فنرجو من فضيلتكم التكرم بتبيين حكمه لكثرة الكلام في هذه المسألة ما بين مجيز لها وبين من يعتبرونها من البدع. وفقكم الله وأعانكم الله من وراء القصر. الله يجزيك خير على سؤالك واستيضاحك. أما ما سألت عن مهرجان الشرب التراثي فهو من البدع المنكرة التي لا ينبغي إقرارها، ويؤثم من دعا لها وسعى فيها بعد أن علم حكمه، هو من البدع. أما قولك أنه يفعل عادة ولا يقصدون التعبد، فالبدعة تدخل على الأمر من جهتين: الجهة الأولى أن يقصد به التعبد ولم يشرع، والجهة الثانية أن يلتزم به، ومن ذلك الأعياد. والأعياد هي يوم يعود في كل سنة يحتفل به، وهذا اليوم يوم 7 ذي الحجة يعود كل سنة ويحتفل به، وترسم الفرحة على نفوس الأطفال، وتفعل فقرات متنوعة يقسم فيه الطعام. إذن هو عيد لأنه يعود ولأنه يفرح به، إذن هو عيد. والعيد لا يجوز إلا أن يكون عيدا شرعيا، لا عيدا وطنيا ولا عيدا تراثيا ولا غير ذلك. دليل ذلك ما جاء عند النسائي بسند صححه ابن حجر من حديث أنس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قدم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: إن الله أبدلكما خيرا منهما، عيد الفطر وعيد الأضحى. انظر، من الذي أبدل؟ الله. فكيف أنت تأتي بشيء ما أتى به الله؟ كانوا يعيدون ويلعبون في يوم يفرحون به ما شرعه الله، فألغاه وأبطله صلى الله عليه وسلم وبدله بالعيد الشرعي. فأنت تأتي الآن وتأتي بعيد ما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم هو يضاهي العيد الشرعي، وهذه علامة البدعة. يفرح به، يتكرر، وينقص فرحة الناس بعيدهم الشرعي لأنه يزاحمه. وهذه مصيبة البدعة، أنها تزاحم المشروع. ولكل أمة جعلنا منسكا. من الذي جعل منسكا؟ يعني مكانا وزمانا للذبح. من الذي جعل؟ الله. لست أنت ولا جدك، الله هو الذي يجعل. إن الله أبدلكم خيرا منهما. وهذا الذي سألت عنه عيد يعود كل سنة ويفرح به، فحقيقته حقيقة العيد، واسمه أيضا كما ذكر عيد الصغيرين المهرجان، مهرجان الشربة التراثي. اليومان اللذان غيرهما الرسول صلى الله عليه وسلم، أحدهما اسمه النيروز والثاني اسمه المهرجان، فأبطله الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنت الآن تأتي تعيده مرة أخرى وبنفس الاسم الذي أبطله الرسول صلى الله عليه وسلم، المهرجان أو الاحتفال أو الكرنفال. انظر لقبح هذه البدعة، حتى الاسم استوردوا نفس الاسم اللي غيره الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا لجهل من قام بذلك. وأنا أدعوك إلى أمر يسير إن أردت الخير. ذكرت في سؤالك أنك تفعله عادة لا تعبدا. ما دام أنك تفعله عادة لا تعبد،
أين الأجر فيه؟ حرمت المتصدقين الأجر. أنت تقول بنفسك أنا أفعله عادة ما أفعله تعبدا. إذن أين الأجر في إطعام الطعام إذا لم يكن عبادة لله؟ أدلك أخي الكريم على أمر يسير ينجيك من الإثم في الوقوع في البدعة، ويمنحك الأجر الذي أنت تبحث عليه فيما نحسبك والله حسيبك. لن يكلفك شيئا، كل ما نريد منك إذا أردت تنجو من البدعة والإثم وأردت أن تؤجر أجرا عظيما أن تؤخر هذا اليوم 3 أيام فقط، بدل ما هو 7 ذي الحجة اجعله 10 ذي الحجة أو 11 أو 12 أو 13، وخذ من الأجور. الأجر الأول أن هذه الذبائح ضحايا أجرها عظيم، كل ما ذبح تقرب إلى الله في يوم النحر وأيام التشريق يعتبر أضحية. ما هي الأضحية؟ ما ذبح تقربا إلى الله في يوم النحر وأيام التشريق. انظر كم الأجر الذي ستحوز، أخره 3 أيام فقط وتكون كل هذه الذبائح أضاحي تسجل لأصحابها. الأمر الثاني ستحيي سنة عظيمة جدا، يقول عليه الصلاة والسلام في حديث نبيشة في صحيح مسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. فتجعل هذه الأيام فيها ذبح وفيها شربة تشرب، فتؤجر في المقصد الشرعي بدل أن تزاحمه وتفتح لك أيام أكل وشرب غير الأيام الشرعية. ستفوز بسنة إطعام الناس وسقاء الناس في الأيام، وتجعل أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله كما أراد صلى الله عليه وسلم. السنة الثالثة التي ستفوز بها فيما يقرب والله أعلم أن رسولك عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم حديث جابر لما ذبح 100 بدنة كيف سيأكل منها كلها؟ فعل طريقة صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان يأكل من هدايا وضحايا. ماذا فعل من حرصه للأكل منها؟ أخذ من كل ناقة بضعة من اللحم. طب كيف سيأكل 100 قطعة؟ فوضعها فصنعت له مرقة فأكل منها وشرب. هذا في يوم النحر يوم 10، وأنت تذبح وتقطع اللحم وتضعه في الشربة وتطعم وتشرب وتسقي الناس، شربة بشربة ومرقة بمرقة. أخرها 3 أيام فقط إن أردت الخير. فإني لك ناصح، يعظم أجرك بأن تكتب لك أضاحي، ويعظم أجرك في إحياء السنة بأن تكون أيام التشريق أكل وشرب، ويعظم أجرك وذكر لله بالذبح والتسمية، ويعظم أجرك فيما أن تفعل شيئا مما فعل صلى الله عليه وسلم من جنسه يوم أن صنع مرقة وشربها في هذا اليوم. فمن أراد النجاة من الإثم والفوز بعظيم الأجر، ولا أظن أن المتصدقين إلا يبحثون عن الأجور العظيمة المضاعفة في هذه الأيام، أيام 10 ذي الحجة، دلهم على ذلك، وأنت في سعيك هذا مشكور ووزرك فيه مغفور. أسأل الله أن يتقبلك في عباده، وأن يدلك على الخير، وأن يأخذ بيدك لإطعام الناس ولسقيهم، وأن تؤجر الأجر العظيم، وأن يجنبك الله البدع والمحدثات وآراء الناس وعقولهم السقيمة، إنه سبحانه وتعالى كريم قريب مجيب.